النهاردة عايزة أكلمكم على شوية أدوية بتتاخد بصفة دورية ممكن تأثر على صحة الفم والأسنان. من ضمنها مثلا أدوية الضغط ومضادات الاكتئاب. النوع ده من الأدوية بيسبب جفاف للفم، والجفاف ده بيعلي نسب التسوس وبيعلي نسب التهابات اللثة، فلازم ناخد بالنا قوي من شرب المياه الكتير. النوع التاني من الأدوية هي الأدوية اللي بتلعب على مناعة الجسم، مثبطات المناعة زي الكورتيزون مثلا أو الكيموثيرابي. دايما الأدوية دي ممكن لو ما خدناش بالنا كويس تعمل عدوى فطرية في الفم، لأن التوازن البيئي جوه البق بيتغير شوية. في نوع ثالث من الأدوية هي أدوية كهرباء المخ وأدوية القلب، جزء كبير منها بيسبب تضخم في اللثة، والتضخم دوت بنعرفش دايما نرجعه بالكليننج العادي، ساعات بنضطر ندخل بالليزر نعمل قص للثة علشان ترجع لحجمها الطبيعي. النوع الرابع من الأدوية هي نوع من المضادات الحيوية اسمها تتراسايكلينز. التتراسايكلينز دي بتغمق السنان، بتدخل في تركيب الأسنان، عشان كده لما تاخدها الأم مثلا وهي حامل تأثر على أسنان الطفل، لما ياخدها الطفل وهو صغير أسنانه الدايمة تتأثر. حتى الكبار بناخدها بحرص جدا لأنها فعلا بتدخل في المينا وبتأثر على لون الأسنان. مع تمنياتنا بالصحة للجميع.